السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوه اللي سهله بزاف، ما كتحتاج لا فرن لا حتى شي حاجه. نبداو على بركه الله بالمكونات. عندي هنايا ربعه ديال اللوز محمر، عندي واحد العلبه ديال نسلي كراميل، عندي 50 غرام ديال الشريحه اللي قطعتها على هذا الشكل، وعندي 50 غرام ديال الزبيب. خديت هنايا اللوز طحنته في الهاشوار. كيف ما كتشوفوا معايا راه ما طحنتوش بزاف حتى ولا بودر، خليته مهرمش واحد شويه. غادي نديرو هنايا في واحد الاناء كيف ما كتشوفوا معايا، راه غير هرمشتو هكا خاصو يكون. وغادي نضيف عليه الشريحه، غادي نضيف عليهم 50 غرام ديال الزبيب. تقدروا تعوضوا الشريحه والزبيب بجوج علب ديال الفواكه معسله، وتقدروا تعوضوا اللوز بكاوكاو. دائما الاختيار كيبقى لكم، انا فقط كنعطيكم اقتراحات. صافي، انا غادي نبدا نضيف نسلي كراميل شويه بشويه، وانا في نفس الوقت كنجمع دوك المكونات كاملين حتى كتشكل ليا واحد العجينه اللي كنقدر نكورها في يديا. صافي، دابا راه تجمعات كيف ما كتشوفوا معايا، كتشكل ليا هكا كويرات. درتها كامله هكا كويرات على هذا الشكل هذا، وغادي نخليها على جنب وندوز باش نوجد الشوكولاط. انا خديت هذا المول هذا ديال السيليكون، وخديت الشوكولاط ابيض ذوبته مع شويه ديال الزيت. تقدروا نتوما تستعملوا اي مول ديال السيليكون متوفر عندكم. وغادي نبدا نعمرو هكا من التحت. غادي ندير واحد الطبقه اللي كتكون غليظه شويه، ماشي بزاف ولكن شويه تكون شاده في راسها. صافي، غادي نعمرهم كاملين وغادي ندخلهم للمجمد حتى كيقصح ليا الشوكولاط، وندوزو باش نكملوا باقي المراحل. نسيت البنات ما ذكرتش لكم باللي الخليط هز ليا 3 ديال المعالق ديال الكراميل. صافي، كان من بعد ما قصح ليا الشوكولاط كناخذ هكا واحد الكويره كنديرها هكا في الوسط. حاولوا ما توصلوهاش للجوانب. وكندير عليها هكا طبقه اخرى ديال الشوكولاط الابيض من الفوق حتى كتغطى ليا ديك الطبقه ديال الخليط اللي درت الوسط. صافي، غادي نغطيهم كاملين هكا بنفس الطريقه، وغادي نعاود نرجع معكم. من بعد ما دخلتهم المجمد حتى شدوا في راسهم وقصح ليا داك الشكلاط، غادي نديمو ليهم من المول. كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. غادي نقادهم هكا في قويغطات. اما بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش المول ديال السيليكون، يقدروا يديروهم هكا كويرات ويديروهم في الشكلاط ويدوزوهم في الفيرميسيل ويديروهم في القويغطات. حتى بهذيك الطريقه كيجيو رائعين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. انا النصف درتو بالشوكولاط ابيض والنصف الاخر درتو بالشوكولاط اسود بنفس الطريقه اللي استعملت ديال الشوكولاط الابيض. كنتمنى ان هذه الحلوه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم ولي جيم ديالكم هكا باش كتزيدوا كتشجعوني انني نزيد نعطيكم وصفات جداد. انا قسمت لكم هنا وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. واحد المذاق راه ما يمكنش لي نوصفه لكم، وحتى الشكل راه كتشوفوه قدامكم، واحد الشكل اللي زوين بزاف ومغاير على الحلويات العاديه اللي مولفين كنديروا. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.